بس كنت شايفه في حاله حب، وفي بالظبط. ناس طبعا الغل، عارف اغنيه الغل هريهم؟ الغل ده الغل هريهم عندهم بقى. ما اعرفش ليه، يعني بجد ليه الناس كده؟ بصي، يعني هو ليه الناس بتغل على حد ما تعرفوش اصلا؟ يمكن برضو يعني صعوبة الحياة بتخلي الناس بتستكتر على بعض الناس بتستكتر على بعض الناس الفرحة. يبقى نوصل بقى لفكره الرضا، ان احنا نرضى يا جماعه، نقول الحمد لله خلينا باي في حاجه احنا الترند فيها. دلوقتي. رضا مين؟ رضا نايم جوه دلوقتي. كده رضا، كده رضا. يعني شايف ان انا عن نفسي يعني معرفش دينا بصراحه بشكل شخصي، بس انا حاببها وحابب الحلقه بتاعتها. وأنا. هي واخواتها هم عيله فنيه، يعني عندهم حته فنيه، غير ان هم اقوياء على السوشيال ميديا، ده موضوع تاني. هي شفت الفرح بسم الله ما امبارح؟ شاء الله ناجحه في انها تعمل صداقات محبوبه وكلهم شبه بعض، وتحس ان في فرحه طبعاً، ما بين طبعاً. الصحاب. ودي نعمه من عند ربنا، ان انت ربنا يرزقك باصدقاء فعلا يكونوا بيحبوك من قلبهم، وده كان ويكونوا واقفين سبورت ليك في اهم يوم في حياتك، هو يوم فرحك. وده كان الترند امبارح، الناس كانت بيقول لك ايه، احنا عايزين صحاب زي صحاب دينا داش دي، يعني بالظبط. كانوا بجد مبسوطين من قلبهم. ما تيجي نشوف حته من جزء من الفرح؟ جدا. تعالوا نشوف جزء من الفرح. يلا بينا. شفتوا حاجة مبهجة وحاجة بجد مفرحة جدا جدا جدا. الواحد لما بيشوف صحابه فرحانين والله عارف امبارح وانا بتفرج بتقولي انا عايزه اروح احضر الفرح ده، انا كان نفسي ابقى موجوده في الفرح بس ده. شفتي عشان انت انسانه جميله وطيبه، قلتي انا نفسي ابقى موجوده اشارك الفرح، مش هسيكب هسيكب عليهم. انا بقى عندي بقى سؤال مهم جدا. ايه بقى؟ احساس اي عريس بقى لما اصحاب العروسه كده بيبقوا جايين كده ملمومين كده، تحس ان هم حوريات جايه من الجنه وحاجه بقى متطقمه كده وعاملين ميك اب حلوه كده. يعني انا عايز اعرف هو بيندم ولا يعني بيحس ان هو يا ساتر. يعني انا واحد من الناس اللي ممكن يعني مع احترامي للدكتوره يعني اللي هو وانا خلاص دخلت يعني قفص الجواز ده بجد، يعني كل الفاكهه دي هتروح من ايديا يعني. انتوا شايفين طبعا معانا بالنسبه لي قاسي نفسيا. شايفين على السكرين طبعا قدام حضراتكم دلوقتي، وهم ما شاء الله في حاله بهجه ربنا يسعدهم يا رب، وبنقدم لهم كل التحيه والف مبروك. وبنعزمك يا دينا انت وجوزك العزيز تكونوا هنا ضيوفنا في الكافيه ان شاء الله في حلقه من الحلقات، عشان نتكلم بقى ونشوف كده كانت ردود افعال الناس ايه واكيد عندهم كواليس، ودينا عندها اكيد كواليس كتيره. وخليني اقول ان دينا كمان اخت الفنان احمد داش، بنوجه له تحيه كبيره جدا طبعا. الحقيقه واحنا مبسوطين والله ان اول حلقه بنقدم حاجه مبهجه وحاجه مفرحه، حاجه شبه برنامج طبعا. ما هو الكافيه كله برضو ايه، قعده نميمه وكده. لا انا ماليش في النم، لا نامي لوحدك والله العظيم، ده الرجاله بيبقى ليهم في النميمه اكتر من الستات صراحه، في بعض الاحيان يعني في احيان كتير، مش في البعض. بس والله انا مش منهم. لا خالص. في احيان كتير. تليفوني ابني بيكلمني على الهوا ليه؟ ردي يعني عادي يا جماعه، احنا بقول لكم توقعوا مننا لا متوقع يعني العشوائيه فعلا بقت هي عنواننا، نبني جسر صداقه وحب وموده.